السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي الكلام بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب، مبروك فوز منتخبنا امبارح على روسيا. تجربة قوية، أداء كويس من اللعيبة. مشكلة الإعلام، استقيموا يرحمكم الله. الإعلام الزملكاوي طالع بيقطع في اختيارات حسام حسن. اصل ما خدش مصطفى محمد. طيب يا عم، انا ما عنديش مشكله. انت لو بصيت على ارقامه، راجل لاعب ما لا يقل عن حاجه و30 ماتش في فرنسا، مش جايب فيهم غير 4 تجوان. هل دي ارقام مهاجم؟ ما علينا. الاعلام الزملكاوي ماسك حسام حسن تقطيع. انت ازاي تاخد من النادي الاهلي اللي هو ثالث الدوري 8 لعيبه، واحنا ابطال الدوري ما تاخدش مننا غير 2 3 لعيبه؟ يا ابني، ما هو ده مدرب المنتخب. وكابتن حسام طلع قالها لك. اعتبروني اجنبي يا جدعان. معلش، مع احترامي، انت بتقارن نفسك بالاهلي اخر 6 سنين. انا معايا 3 دوري وانت 3 دوري. يا ابني، ما احنا عارفين الدنيا دي كلها. انت طب ما تقارن نفسك معايا اخر 10 سنين. انت عامل ايه في افريقيا؟ انا واخد التاسعة على حسابك. دي بتوجع اي زملكاوي. المشكلة ان الناس عقلياتها زي الزفت. يعني من ضمن العقليات التافهة، واحد زي خالد الغندور طالع يقول لك خوان بيزيرا اللي شايل الزمالك منتخب البرازيل ما ياخدوش، ويوسف بالعمري يتاخد في منتخب المغرب في كأس العالم. والله يا كابتن خالد الغندور، يعني يا بندقة. يعني انا عايز اقول لك والله، يعني المجانين في نعيم. ان انت تقارن فينيسيوس بقى وكونيا والرجاله بقى بتاعت البرازيل بعيل اصلا اهتم، اخره يضحك عليكم ويقول لكم فاموس. يعني هي دي عقليات الزملكاويه. تيجي تحاول تجادله بالمنطق وبالارقام وبكل حاجه، يقول لك لا. هي دي عقليه الزملكاوي. صفحات كتير، المختلط ايطاليان زملكاوي، مش عارف ايه مش عارف ايه. كل الناس دي احنا عارفين ان انتوا لجان وبتقطعوا في اختيارات حسام حسن. وزملكاويه يطلع يقول لك انا هشجع اي نادي اي فرقه تقابل منتخب مصر. يا جدعان، انسوا بقى شويه. انسوا بقى شويه. ده دلوقتي منتخب مصر. يعني ما ينفعش يعني لا اهلي ولا زمالك. يعني ربنا يديكوا نعمه العقل شويه والله العظيم. ما علينا. تجربه كانت قويه جدا امبارح، وكويس ان انت كسبت. وفي التجربه الانقح اللي هي البرازيل. هي دي بقى اللي هتوقفك على حقيقه مستواك. طبعا منتخب روسيا مش قليل، انت اتغلبت منه في كاس العالم قبل كده 3-1. لكن لا، ازاي الاعلام مصر ان هو يعمل فتنه، سواء بقى من جماهير الاهلي او الزمالك او اختيارات وحاجات غلط. طب ليه يا ابني؟ انت امبارح المنتخب كان كويس جدا. التحركات والانتشار واللعب والهجمه المرتده واللعب على الاجنحه والاطراف. يعني هو، طب ما هو خرج يا جماعه تريزيجيه وزيزو وامام عاشور في الشوط الاولاني بعد اول 34 دقيقه. لكن لا، الناس ازاي مقتنعه؟ السوشيال ميديا موجهه ان ازاي. طب ما يا باشا، انت اهو قدامك يومين. حل بقى يا باشا قضيه القيد عشان الاهلي لابد لك. احنا كاهلي احنا ملبدين لك في الذره. مش هتحل؟ هطلع اخد مكانك. اهي دي بقى فيها ولا مؤاخذه. يعني ما لا يقل عن مثلا ايه، مش ملايين الحيالات هتروح العباسيه والمستشفيات هتترمي ليهم. خدت منك ايه؟ دوري ابطال افريقيا ورحت انا مكانك. ما علينا. احنا دلوقتي بنتكلم على منتخب مصر. حاجة بس أخيرة هختم بيها. كابتن محمد صلاح يقول لك أصل أنا ضيعت شبابي. شبابك إيه يا كابتن؟ أنت عايز تقارن نفسك بلاعب أو بني آدم بياخد 3 4000 جنيه وبيدبق نفسه عشان يتجوز ولا يعيش في الحلال، وأنت حضرتك بتلعب كرة؟ استقم يا كابتن محمد صلاح يرحمك الله. ليه أنت ولا مؤاخذة كنت بتلعب في نادي زي نادي الزمالك كان بياكل عليك حقك؟ أنت لو اعتزلت النهاردة، أنت يا باشا عملت اللي ما عملش أي شاب. ماشي، لعب كورة. في الاول وفي الاخر يا كابتن محمد، ما تقولش انت ضحيت والكلام ده. ضحيت بيه يا باشا؟ ما هو النظام عندهم كده. ما انت بتلعب وبتاخد مننا فلوس. يعني استقم يرحمك الله يا كابتن محمد. احنا بنحبك يا كابتن محمد صلاح. بلاش الكلام ده، عشان الكلام ده بيحبط شباب كتير. مش عارف، انا واحد يقول لي أصل انا ضحيت. انت بتلعب كوره يا اسطى. لا انت مدير مالي زيي ولا مؤاخذه طلعان عين اهلك في شغل والكلام ده كوره يا باشا. امتاع جاست فور فن. استقيموا وارحمكم الله يا جماعه. يا ريت الاعلام في مصر يحترم نفسه والصفحات تحترم نفسها. ادعموا منتخب مصر. يعني يعني اللي باش بقى اهلي وزمالك ونقعد بقى نسف على بعض. اتقوا الله يا جدعان. اتقوا الله عشان ربنا يكرمنا. السلام عليكم.